المشكل الان في الشباب اللي الان الشباب اللي يروحوا للتخنث ويروحوا للتاخر الزواج الارادي، يقول لك نتزوج براجل ما نتزوج بامراه. هذه المشكله راه عندنا ادى الى العنوسه. هذا الشاذ الان ما قول كافي. نتكلم على ملايين. هذه الاولى. اسمح لي، ما نتكلمش على شواذ. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لا هذا في كل العالم موجود. لا وهذه نسبه. نتكلم على 10 نتكلم على واحد. نسبه كبيره. ماشي فقط هل تعرف النسبه الان تاع الشواذ احنا عندنا في المجتمع تاعنا؟ يا استاذ نتكلم على ملايين. هذا هو السبب. على ملايين. لا اسمح لي. موضوع على العنوسه دخل الخنوثه. لا اسمح لي. الارقام الرجال المخنثين بلغ عدد مهول ويرفضون الزواج، والآن راهم يديروا في بعض التصرفات حتى الدولة توافق على زواج الرجل بالرجل. هذا حتى الدولة توافق على زواج الرجل بالرجل. هذا حتى الدولة توافق على زواج الرجل بالرجل. هذا سبب تأخر في الزواج. يا أستاذ لكن شحال نسبة اللحم هذو؟ لا العدد راهو ضخم الآن. شحال ارقام احصائيات يا استاذ؟ كلام خطير استاذ. من بدايه احنا موضوعنا العنوسه ما عندناش الخنوثه. لا هذا موضوع ثاني. شو من بدايه الاحصائيه الان نتكلموا على العنوسه عند المراه والعنوسه عند الرجل. ماذا تقول؟ المنهج العلمي يقتضي منك تتكلمي على موضوعنا فقط. عالج الرجال قبل ان نعالج من يتزوج بالمراه. اسمح لي، من يتزوج بالمراه هو الرجل. الان نعالج مشكل تاخر الزواج عند الشباب. اولا السلوكات الجنسيه المنحرفه نحاربها، أن نمنح مثلا سكن والعمل وضعية اجتماعية مليحة باش الشاب يقدر يتزوج الآن. أستاذ فاسي فقط. أستاذ فاسي فقط أستاذ فاسي. شوارعنا العاصمية في الليل كلها نساء رجال متخفين تحت العباءات تحت الشعور تحت المكياج إلى آخره. هذا كلام خطير يا أستاذة. هذا كلام خطير أنك تقولي أنه نسبة العنوسة لأن الشباب نسبة كبيرة منهم تخنثوا. المنهج العلمي لا مش جانب علمي. احنا عندنا جانب علمي بحث نتكلموا عنه. نتكلموا على كل شيء. نتكلموا عن الخنوث الان. خلاص خلي الموضوع. نتكلموا عن التخنث. الرجال مخنثين. نتكلموا عن التخنث. نرجع الموضوع. الرجال مخنثين يا استاذ ادبا نتكلموا عن الموضوع اللي مقتضين عنه. لا هذا هو اذا هذا موضوعنا. انت تخلينا موضوع ثاني. لا تاخر من اسباب تاخر الزواج عند الشباب هو الانحراف الاخلاقي. انا بامكاني اكلمك اي موضوع انا موجود، لكن موضوعنا اي موضوع.